شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن معنى الصيام، وتحدثنا عن غاية التقوى، وتحدثنا عن مسألة التحرير النفس من الشهوات، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بأن الصيام أيضا من فوائده وثمراته وغاياته ومقاصده التي شرع لها هو أنه يكسب الإنسان الإرادة القوية. كثير من الناس في حياته تجده مندفع في كثير من القضايا التي تكون فيها معاصي، فالذي مثلا يشرب الخمر يقول لك والله لا أستطيع الفكاك عنها، والذي يشرب الدخان يقول لك لا أستطيع أن أمتنع عن الدخان، والذي يذهب والعياذ بالله إلى الفواحش تجده أسير ويقول لك والله صعب، كيف أتخلص من هذا الأمر؟ ولكن الشارع يقول لنا لا، أنتم تستطيعون، وقد ركبت فيكم إرادة قوية. صحيح هذه الإرادة تحتاج منك إلى الاستعانة بالله الذي خلقك، فأنت تقول إياك أعبد وإياك أستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت في العبادة محتاج إلى الاستعانة، فتستعين بالله، ولكن الله يقول لك عندك إرادة، عندك عزم. كيف تستطيع أن تكون عازما؟ كيف تستطيع أن تكون قويا؟ فالصيام يعلم الإنسان هذه المسألة بشكل كبير، يعلمنا الإرادة القوية، يعلمنا كلمة أني أستطيع، كلمة أني أستطيع أن أمتنع عن الفواحش، أستطيع أن أمتنع عن الخمور، أستطيع أن أمتنع عن المظالم، أستطيع أن أطيع الله سبحانه وتعالى، أستطيع أن أذهب إلى الصلوات في البرد، أستطيع أن أنفق الأموال، أستطيع. هذه مسألة مهمة جدا. ولكن الله تبارك وتعالى الذي خلق هذا الإنسان ويقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله عز وجل يعلم كيف يتدرج بالإنسان. صحيح أن هذه الإرادة لن تمتلكها مرة واحدة، ولكن الإرادة تحتاج منك إلى تدرب. فاليوم الأول سيكون فيه المعاناة ربما كبيرة جدا، اليوم الثاني ستجد أن المعاناة تخف قليلا، إلى أن تصل إلى منتصف شهر رمضان وقد روضت نفسك تماما على طاعة الله والامتناع عن كثير من المعاصي، ويبقى بعد ذلك التحدي الأكبر في كيف تستمر. فالإرادة يعلمك الصيام كيف أنك تبدأ وكيف أنك تعزم. ونحن هنا نتكلم ربما في موضوع الإرادة عن معنى مهم جدا، وهو قضية الإقلاع عن المعاصي وعن الذنوب وعن المنكرات في معنى شرعي يسمى التوبة. كيف تتوب؟ كيف تقلع عن الذنوب؟ كيف تتحرر مما أنت فيه؟ كما تكلمت في الحلقة الماضية، لا يمكن أن يحصل ذلك إلا بالعزم. لذلك كان من شروط التوبة الإقلاع أولا، أن تقلع عن المعصية بشكل مباشر، وأن تعزم ألا تعود إليها، وأن تندم على ما فعلت. هذه ثلاثة شروط أساسية، من ضمنها موضوع العزم، وهو الذي يهمنا الآن في هذه الحلقة، أن تكون عندك العزيمة. ولا يؤتى الإنسان سبحان الله إلا من ضعف العزم. حتى آدم عليه السلام لما اقتحم موضوع الشجرة، الله عز وجل قال لا تأكل من هذه الشجرة، فلما أكل منها ماذا قال الله عنه؟ قال ولم نجد له عزما. لم يكن عازما، ولو كان عازما لاستطاع. فأنت لا بد من أن تعزم عن الالتزام، تعزم عن الإقلاع عن الذنوب، تعزم عن الإقلاع عن المعاصي، تعزم عن أنك والله تروض نفسك يوما بعد يوم حتى تستطيع إن شاء الله أن تكون ممن وطن نفسه على طاعة الله واجتنب كذلك محارم الله تبارك وتعالى. هذه الإرادة التي نجدها في كثير من الأحكام، هذه الإرادة تحتاجها في الصلاة، هذه الإرادة تحتاجها في الصيام، هذه الإرادة تحتاجها في الحج، هذه الإرادة تحتاجها في الزكاة، تحتاجها في الجهاد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة عن الجهاد. قال لو أن هؤلاء حقيقة كانوا يريدون الجهاد وعازمون على الجهاد ويريدون القرب من الله بالجهاد لأعدوا له. كذلك الصيام، لو أنك حقيقة أنت عازم على أن تصوم تستطيع أن تصوم، عازم على أن تترك المحرمات تستطيع أن تفعل ذلك. صحيح كما قلنا تحتاج إلى أن تستعين بالله، لأن كل حياتنا قائمة على عبادة الله والاستعانة به، إياك نعبد وإياك نستعين، كل الشرائع في هذا الباب. فأنت تحتاج إلى العزيمة القوية من الذات، أنك والله من دواخلك لابد أن تكون عازما غير متردد. ولذلك الله تبارك وتعالى قال أن يحيى قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
فكلنا نحن لابد أن نأخذ الأوامر والنواهي بقوة، وأن نتدرب على أن نقول نعم في المعنى الإيجابي ولا في المعنى السلبي. نعم عندما تكون هنالك طاعات نتحرك، نذهب يعني نذهب مثلا إلى الصلوات، نذهب إلى الجهاد في سبيل الله، نذهب إلى الصيام، نذهب إلى كل معاني الخير ننطلق فيها، هذا المعنى الإيجابي. ونحاول أن نقول لا كذلك بإرادة قوية، من خلال أيضا لا للطغيان، لا للاستبداد، لا للظلم، لا للعدوان، لا للمحرمات، لا للفواحش. فأنت ما بين نعم الإيجابية التي تحثك على الإقدام، وما بين لا السلبية لكنها في نفس الوقت إيجابية في مكانها، وهو أنك تستطيع أن تقول لا ونعم في نفس الوقت. وهذا معنى الإرادة القوية التي نتعلمه من هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره، وعلى رباه تنزل القرآن.